تفجرت الرأي العام، قضية المغامر بن نسنس، تفجرت الأقلام. هاد الجمعيات هادو فين كانوا ملي مات هاد الكلب؟ فين كانوا هاد الجمعيات؟ لا فين كانوا هاد الجمعيات هادو؟ وشحال ديال الكلاب تيموتوا في الزناقه؟ لا وشحال ديال الكلاب تيموتوا في الزناقه؟ ناخذوا رحنا على الهواء يوسف. تعطيو الكلمة. لا تفضل أستاذ، تفضل أستاذ. غتسمحوا لي، كتعرفوا على انه المعطيات التي لم تناقش بعد في الجلسه العلنيه مشموله بالسريه، وانا كدفاع وجميع الاشخاص جميع الجهات وحتى الصحافه، القانون كيمنع علينا ان نناقشوا وقائع ولا نفشيوا وقائع لم تناقش بعد في الدعوه في الجلسه العلنيه اللي باقا مشموله بالسريه. نعم. اللي غنهضروا عليه في هذه الجلسه كما تتبعتم اطوارها وهي جلسه علنيه مفتوحه، حنا تقدمنا بواحد الطلب جوهري واساسي، لان خصنا نوضعوا حدود مسطريه وقانونيه في بعض الاوضاع. نعم. لان كما لاحظتوا جاو مجموعه من الاطراف كتنصب في هذا الملف. هاد الناس واش عندهم صفه؟ احنا تبعتوا جاو مجموعه من الاطراف بغات تنصب في هذا الملف. كاين مؤسسات وجمعيات وكاين اشخاص كيتنصبوا بصفتهم الشخصيه. حنا تقدمنا بطلب للمحكمه برفض هذا التنصيب. لماذا؟ وحنا ملي كنهضروا غنهضروا على القانون، ما يمكنش نهضروا على شي حاجه من غير القانون، وخصنا يكون المسعى ديالنا كدفاع كصحافه كمجتمع مدني، المسعى ديالنا لبناء الدوله ديال المؤسسات، لتعزيز ثقافه حقوق الانسان وحتى حقوق الحيوان، ولكن يكون الاساس ديالنا هو الاحتكام للقانون ماشي بالفوضى، بالقانون. قلنا على ان الماده 4 من قانون المسطره الجنائيه والتعديلات الجديده اللي دخلها المشرع حدد لنا الشروط ديال ممارسه الدعوه المدنيه التابعه. الدعوه العموميه كتمارسها النيابه العامه، هي الوحيده اللي عندها الحق في ممارسه الدعوه، هي كتحرك الدعوه العموميه. يجي شي واحد يقول لك انا اللي درت لهم، انا اللي حركت الدعوه، انا اللي درت. لا، النيابه العامه هي الامينه والمستامنه على الدعوه العموميه. الدعوه المدنيه التابعه ديال التعويض، ان شخص يتنصب باش يطالب بالتعويض، هي اللي عندنا فيها نقاش حول الاساس والمشروعيه القانونيه للتواجد ديال هاد الاطراف. كاين جمعيات وكاين اطراف تنصبوا بشكل شخصي، وحنا الحكم ديالنا علاش كنقول حنا خصنا نحتكموا للقانون؟ الحكم ديالنا هو الماده 4 من قانون المسطره الجنائيه. المشرع حدد لنا الشروط، قال حتى واحد ما عنده الحق يتنصب في الدعوى العموميه في خصومه جنائيه ويجي ويتنصب كطرف مدني الا اذا كان متضررا بشكل مباشر، ركزوا لي على مباشر، من الفعل الجرمي. والمشرع حدد لنا الضرر انه يكون مادي او جسماني، هذا فيما يتعلق بالاطراف. المتابعات اللي متابع بها بنسنس لا علاقه لها حتى بالمتابعات بشكل عام، ما عندهاش ضحيه محدود ومرصود وخاص، ما كاينش ضحيه انه عنده ضرر مباشر. هذه الاولى. بالنسبه للجمعيات الامر محسوم قانونيا. واش هاد الجمعيات كانت، هذا سؤال، هل تتوفر فيها الشروط؟ ومن بين الشروط اللي كاينه في الماده 4 انه خصو يكون بعد التاسيس ديالو 4 سنوات. ندوزو على هذا الشرط ماشي مشكل، يقدر يكون صفه المنفعه العامه، نمشيو بعيد كي يكون المنفعه العامه. والاكثر من ذلك، هل حصلت على اذن من السلطه الحكوميه المكلفه بالعدل؟ لان هذا شرط اساسي، خص يكون عندها اذن من وزاره العدل باش تنصب كطرف مدني في الملفات. اذا هاد الشروط ما متوفراش، بمعنى لنا ان التواجد ديالهم في الملف راه تواجد مخالف مسطريا وقانونيا. وهذا الدفع هذا يصب، هذا ماشي هذا الدفع هذا ماشي غير لصالح المتهم، لانهم المتهم من حقه يتحاكم وفقا للمقتضيات القانونيه. حتى الاطراف اللي غتحضر معاه تيحميه القانون من هذه المساله باش ما يجيش اي طرف يجي يتنصب كمطالب بالحق المدني. وايضا هذا الدفع وتطبيق الماده 4 هو يصب في اتجاه تحقيق العداله. ونحن موعدنا الجلسه ديال 15 وعقلوا على هذه، لان هذا القانون المحكمه اكيد انها غادي تطبق القانون وغتطبق الماده 4. استاذ ارجوك، التهم التي توبع بها ابن نسنس، التهم ربما لا، بالنسبه للتهم راه شتو التهم راه فيها قتل حيوان،
بدون ضروره، وكاينه التهمه ديال اساءه للدين الاسلامي. كما شفتوا في الجلسه النيابه العامه عدلات ولا صلحات المتابعه يعني وضحتها بخصوص يعني باستعمال وسائل الكترونيه، وكاين التهديد. هادو هما التهم اللي كاين. التهم ما غاديش حنا دابا التهم ما غنناقشوها في الجلسه المقبله اللي غنناقشوا فيها موضوع الدعوه، لان حنا في اخر المطاف هذا الفعل هذا يقدر نناقشوه على مستويات الذوق العام، على مستويات الاختيارات في المحتوى، ولكن احنا عندنا اشكال واش يشكل فعلا جرميا ام لا. هذا هو يعني ما سنناقشه في الجلسه المقبله عندما يكون الملف جاهزا. بالنسبه لقرينه البراءه، قرينه البراءه هو مبدا اساسي وجوهري لتحقيق المحاكمه العادله، وهذا المبدا دار لحمايه المتهم، لحمايه اي شخص عنده خصومه مع الجنائيه، خصوصا في المراحل السابقه لادانته. لأن مهما كانت التهم الموجهة للشخص، مهما سطرت التهم، لا يمكن لنا احنا سواء كمجتمع مدني، كأشخاص، كفاعلين، كإعلام، أن نقوم بخرق وتجاوز هذا المبدأ الدستوري ومبدأ كوني كتضمنه حتى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. مازال ما تثبتش الإدانة، هذه محاكمة، هذه تهمة، هذا مجهل التهمه، مازال القضاء ما بدش فيها. القضاء هو اللي غيقول لنا واش دار ولا ما دارش، وباش نجي خارج اسوار العداله وفي وسائل التواصل الاجتماعي والعموم ونجيو نبدا نجلد في المتهم، نجلد في واحد الشخص مغلوب على امره، شخص معتقل، كون كان غير خارج، كون كان غير ما معتقلش يدافع على راسه، معتقل عنده متابعه، عنده خصومه مع القانون الجنائي، ونجي انا ونبدا نجلد فيه درتي فعلتي. هذه المساله هذه راه خطيره، وحتى الصحافه عليها ان لا تنشر اي محتوى، اي تصريح كيمس المبادئ ديال المحاكمه العادله وكيخرق قرينه البراءه. وشكرا لكم. خلينا على الهواء. اذا مازال معكم مباشره مشاهدينا الكرام. الشباب انتم مع بنو نسنس. انا كنسول ما درتش عندك اخويا، سولت. لا هو ما بغاش من حقه، لا غير ما جا عنده تحد، باش غير نسول الشباب انتم مع بنو نسنس، رغم ان بنو نسنس دار واحد الفعل اللي هو مجرم قانونا ومحرم شرعا. بلاتي غير بلاتي خلينا غير نكمل. ويوسف ما تبقاش غير نشرح للدراري. واش انت كتاكل الجيفه؟ لا ما تناكلش. ايوا راه جيفه هذيك. دابا خلينا نهضر انا مع الدراري. انت علاش كطر عليا؟ خليني نهضر مع الدراري. راه عطيتك هضرتي، عطيتك تهضر، خلينا نهضر مع الدراري. ما تبقاش تنقز عليا، الله يرضي عليك. الشباب انا كنشرح لهم باش يعرفوا شنو كاين. هذا الشاب هذا متابع. يلا مع احترامنا لك سي يوسف. انا تنهضر كمواطن، انا غنعطيك تهضر كمواطن. راه بزاف ديال راني لايف اخويا، راني لايف. لا حول ولا قوه. واش انت كتاكل الكلاب ميتين؟ كتاكل الكلاب ميتين؟ كتاكلهم؟ تناكلهم 200 كتاكل؟ تناكلهم في المرس لا، ولكن هادشي راه غير سراقه الموسم كيسالي موسم سراقه. واخا انتم الشباب الله يرضي عليكم، حنا يوسف عارفينو كيداير. خليوه بلاتي، خليني غير باش نسولكم الشباب وتجاوبوني الله يرضي عليكم. ها انتم باش حتى الحوار يدوز زوين. هذا الشاب هذا، انت الوليد صغير ما يمكنش، الله يرضي على خويا. هذا الشاب هذا اللي هو بنو نسنس، انا بعدا باش تعرفوا واخا انت اخويا، حيت الدري صغير ما يمكنش نشدو. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. هذا الشاب متابع الان بتهمه تمس شعيره دينيه، الا وهي عيد الاضحى. عاد نمشيو للحيوان، انه كيفاش لقى كلب ميت وزاد سلخوه وقطعوه وعمروه بالبرقوق وبالزبيب. النيابه العامه تابعته بهذا التهم. احنا اللي تنعرفوا عليه بالنسبه هو هكاك، فهمتيني؟ مريض مسكون مريض اصلا ديك السيد هو هكا، ما كلاش يكذب، راه كلا حمامه، كلا ما عرفت شنو اللي عنده راه بزاف كتعرفي بالنسنس.
انا شوف باش تعرف انا غنقولها لك على الهواء، تصنت ليا انا بقى فيا وما بغيتش له الظروف ديالو، حنا كنطلبوا من المحكمه تراعي الظروف ديالو، فهمتيني؟ هو انسان مسكين مريض نفسانيا، راه حمق مخشن العقليا، راه مسكون فيه الجنون، ماشي انسان. ولكن المحكمه انا باش سمعتيني؟ هي مسكينه. السيد يهضر، خلي السيد يهضر، الله يعطيك الشر، خلي السيد يهضر، كل 10 هاد الكلاب بصح. الله يحفظك. هي مساله الجيفه، هي مساله الجيفه، حنا راه ناكلوها في عند موالي الكرارس، نص الخبز ب 100 ريال فيه الكفشه، شنو هي الكفشه هذه؟ والناس راه كلات الميزانيه ديال الدوله، كلات مصيبه كحله، خرجت بما قادر، مسكين كلا كليب راه غيمشي للحبس، وتنتمناو من الله يراعيو ليه ويراعيو ديك المهمه ديالو، راه مريض، الله يرحم لكم الوالدين والسلام عليكم. تبارك الله عليك. نتوما من الحومه ديال انا ماشي ولد حومتي، وانا قريب ليا وكنعرفو وكنتفرج فيه. بنو ناس مريض. مريض باش مريض شنو عنده؟ مسكون. ولكن دابا ملي كنقولوا كلمه مسكون، المحكمه ما كتامنش بالغيبيات. بزاف د الحوايج، هو كيعيش في الغابه، كيعيش فهمتي، هو هادشي ما كيديروش لخاطرو، باش تعرف هادشي ما كيديروش لخاطرو، هو طلع بزاف د الحوايج، كلا شي حوايج، كلا طياره بقى بقى فيكم بزاف، بقى فينا. هادشي ما بغيناش ليه، بغينا يتساعدوا معاه يعاونوه، حيت هو هادشي ماشي ديالو. شوف راه هو المتهم بريء الى ان تثبت ادانته قضائيا. هو مريض، حنا بغينا يخفوا عليه، يديروا معاه شي تاويل على ودي ديك المهمه ديالو مريضه. هادشي اللي كاين. هو انت غير متبع ديالو. متبع ديالو. هادشي اللي كاين. الله يدير ليه التاويل. بغيتي تقول شي حاجه؟ تبارك الله عليك. اذا مازال معكم مشاهدينا الكرام، النيابه العامه تبعت المغامر اليوتيوبر بنو نسنس بتهم ثقيله. بنو نسنس اقدم على ذبح كلب ميت لا واش راه ذبحو ميت، هو ذبحو، هذا اعترافاته هو، ماشي انا اللي خويا انت، ماشي انا اللي كنقول، ماشي انا اللي كنقول، راه هو في الفيديو هذا ما تابعته به. انا اتحدث عن متابعه النيابه العامه، راه ماشي انا اللي كان، انا بغيت يخرج الله يطلق سراحه ولا يطلق سراح اي واحد، انا ماشي ضده، بالعكس انا ماشي سمعتي، نحن نتحدث عن المتابعه اللي تابعته بها النيابه العامه. غير سؤال بغيت نسولك، انا ما شادكش، انت تقدر تاكل كلب تلقاه ميت في الزنقه؟ ما نقدرش، ما تقدرش الا لك مسكون ولا حمق ولا قدر. ولكن دابا ملي كنقولوا حنا مسكون، المحكمه ولا النيابه العامه ما كتعرف برا، ما كيعرفوش هذا الشيء، كيعرفوا القانون، كيعرفوا شو ان الجمعيات تجمعوا عليه بزاف. ستة المحاماه الشم، ستة المحاماه، ستة المحامين على واحد حيت هو ماشي لخاطرو. كاين الله، كاين الله، هذاك الشيء اللي كاين. كنطلبوا ربي كاين الله. وشوف خصكم تعرفوا بانه راه ملي كتكون قضيه، انا مقدراكم وانا بعدا بغيت نقول لكم تبارك الله عليكم، لانه في هذا الزمان ولينا كنشوفوا شي حد طايح، شي حد كيجي يساندو ولو غير قدام الكاميرا. برافو، هذه نقطه تشكرون عليها. انما راه خصك تعرف انه ملي كتكون قضيه راي عام راه كتكون محاكمه عادله جدا، والمتهم بريء الى ان تثبت ادانته قضائيا. حنا يلاه في مراحل التقاضي، باقي يلاه اولى جلسه، يلاه الجلسه الاولى. غير هذه فرصه كذلك باش نقولوها للناس اللي باقي كيستعملوا التيك توك، ولا حاولوا اي محتوى اللي غادي يجيبك لهنا ما عندك ما دير به، نيشان عندك الحق، باش ما يبقاوش والديك وعائلتك ولا لا خويا، حيت الوالدين اللي كيوقعوا في المحيط في هذا الشيء هذا. ولكن بحال الجمعيات هادو اللي متابعين دابا بالنسنس، بحال هاد الجمعيات هادو اللي متابعين بالنسنس، كاينين بزاف د الحوايج كثر من هادشي اللي دار بالنسنس، ما يقدروش يقلبوا عليه. وكاين اللي كيقول لك دابا الركوب على الامواج والتران، كاين اللي كيقول لك دابا الناس ولاو غير تابعين. في بطاش غيلقاو مشاكل كحله، في سيدي بطاش، في سيدي بطاش حمير عباد الله، تاكل الحمير مشويه. اقسم بالله حنا كلينا. بغيتي تقول زعما انهم بغيتي تقول لي انهم زعما البوز وبان لهم هذا السيد هذا؟ ماشي البوز، هذاك الشيء خوف ما باينش. لا على هذا على الاخ كيتكلم على الجمعيات. واش فهمتي؟ دابا في سيدي بطاش كاينين بزاف د الحوايج، انا طلعت لسيدي بطاش شفت بزاف د الحوايج، حمار تيتشوى عباد الله، تاكل الحمير، تاكل حمار. عباد الله ما عالماش، عباد الله ما عالماش. كتشوف ان هاد الجمعيات هادو جاو مثلا باش يركبوا على البوز وعلى هادشي اللي كنشوف، او بانه هذا الفعل اللي دار هو خص يتعاقب عليه قانونا. هو دار كثر من هادشي، لفعه كلاها، كلا الاقلاق ما خلى ماكله، راه المضحكات المبكيات ما خلى راه بصح ما خلى ماكله، كلا بزاف د الحوايج، هادشي محتوى ديالو، ما خلى ماكله، كلا بزاف د الحوايج، طياره بقار عماره بالبيض ولا ما عرفت باش عماره، هذه محتوى ديالو. هاد الشباب اللي كتشوفوا امامي هم من عشاق ومتابعي المغامر بنو نسنس، تبارك الله عليكم الدراري، الله يدير له تاويل الخير. لا مرحبا الخوت، بالعكس ما كاين حتى مشكل الدراري.
كتشاهدوا معنا اجي عطيتك تصريح ودوزتك لايف، غير ما تقاطعش ليا الشباب. انا طاحت عليا فكره في راسي. لا ولكن ما تخسرش ليا خدمتي انا، يا هضر تفضل. اجا الاخت يلا زيد. انا بغيت نهضر، اسمع لي الله يجزيك. انا بغيت نقول لك خليني نهضر انا دابا، ما عجبتكش راه حتى الاخت هي غتهضر. مرحبا اللي بغى يهضر مرحبا به. نسمع الجمعيه ماشي على الرفق بالحيوانات. بغينا نعرفوا فين تيكونوا. انا حيت كاينين انا بزاف تنتعرض لهم كلاب، مجربه، مشاش، مضيعه في الزنقه، لقيت حلوف مضروب في الطريق ميت فينا من الرفق بالحيوانات، تلقاو كلب. بغيتي تقول ان الجمعيات راكبين على البوز؟ انا ما تنتهمش هاد الجمعيات باش راكبين على البوز، واني بغيتهم يخرجوا نشوفهم في المجتمع تيدوروا، نشوفهم فيديوهات ديالهم تيجهزوا الكلاب تيديهم لواحد البلاصه تيتهلاو فيهم تيعوموهم، نشوفوا هاد الشيء هذا وتشوفهم المغاربه كاملين. حنا اليوم كلب ميت غنديروا عليه ما عرفت شنو، وراه كاينين دول اخرين تياكلوا العقارب ياكلوا المشاش. هادوك عندهم عقيده اخرى غير عقيده اصلا ذاك الكلب راه كان ميت. انت تقدر تاكل كلب ميت؟ دابا جاوب. ودابا انت لا جاوبني، واش غتاكل؟ دابا انا تندير هذا المحتوى انا. لا واش جاوبني على هذا. واش انا تندير هذا بالحيوان؟ كون كانت جمعيه الرفق بالحيوان قايمه بالواجب ديالها، اصلا داك الكلب ما يبقاش في الشارع مرمي، فهمتيني؟ هو اصلا ما غيلقاش مرمي في الشارع. واش فهمتي اختي اش بغيت نقول لك؟ هكا في الصباح في الصخيرات واحد فرسوا الكلاب، فوق 20 كلب فرسوا، ما جاوش هذوك